السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكر ركعتين قيام الليل اللي كنت بتصليهم بخشوع ومبسوط جدا؟ طب فاكر الصدقة اللي انت اديتها في السر دون ان يعلم احد وكنت برضه مبسوط بيها جدا؟ فاكر نصيحتك لحد بانه يترك امر منكر او امر مش كويس يغضب ربنا عز وجل؟ كل هذه حاجات جميلة، ولكن تخيل ان كل هذه الحاجات الجميلة ياخدها حد بتكرهه. ازاي يا عم الكلام دي؟ ببساطة جدا، الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة بتضيع كل مجهودك وكل حسناتك، مش كده وبس، بتديها لناس انت بتكرهها على طبق من فضة. كما أخبرنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن المفلس. من هو المفلس؟ المفلس الذي يأتي بصلاة وصدقة وصوم وكل حاجة، ولكنه للأسف سب هذا ولعن هذا واغتاب هذا ونميم عن هذا. لذلك لو انت ناصح بجد، ما تديش الناس اللي انت بتكرههم او مش بتحبهم حسناتك على طبق من ذهب وليس من فضة. ببساطة جدا اترك الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة هي اللي اصبحت اليوم الشغل الشاغل لينا جميعا، وما ابرئ نفسي. جميعنا اشتغلنا بالغيبة والنميمة، وده فيه وده فيها وده فيه ومش عارف ايه وعلان وفلان. لذلك للأسف تلاقي كل مجهودك وكل حسناتك رايحة للناس دي. لا يا عم، خليك بخيل في الحتة دي، خليك بخيل في حسناتك وخليها ليك انت. ربنا يصلح حال الجميع، كلنا مخطئون وكلنا مقصرون. سيبك من موضوع الغيبة والنميمة اللي بياخدك منه الشيطان لباب بتضيع بيه حسناتك بنفسك. لذلك النصيحة الأولى والأخيرة، لو مش عايز تضيع مجهودك وحسناتك، اترك الغيبة والنميمة قدر المستطاع.